مساء الخير. اليوم راح نسوي وياكم المربيان الكويتي. المكونات الرئيسية: روبيان، رز بسمتي منقوع، بصل وكزبرة وشبت مفرومين، معجون الطماطم والثوم، سمن، ليمون أسود وقرون الفلفل وبهارات المطحونة. أول خطوة: حطيت البصل في قدر ساخن وقلبته إلين بدأ يتغير لونه، وبعدها حطيت السمن ومعجون الثوم وقلبت المكونات مع بعض، وبعدها حطيت الروبيان والليمون الأسود وقرون الفلفل وتركته يطبخ لمدة 3 دقائق. حطيت معجون الطماطم والبهارات المطحونة ونص كمية الشبت والكزبرة وتركتهم يتسبكوا لمدة 5 دقائق، وبعدها راح أشيل 3/4 كمية الروبيان، راح أحط موية مغلية وبقية الورقيات وأحط الرز على حرارة عالية، وبعد ما تنشف معانا موية الرز راح أحط الحشوة الروبيان وأغطيها بالقصدير على حرارة منخفضة لمدة 25 دقيقة. وكده غلق الطبق حقنا لهذا اليوم. أتمنى إنه الطبق عجبكم، وبالعافية علينا وعليكم. ولا تنسوا تشتركوا في حساباتي الرسمية في السوشيال ميديا.